اهلا بيكم مع اخبار النادي الاهلي اليوم. خبرنا الاول: عبد الحفيظ يعلن الشناوي رفض اغراءات من النصر وجن من اجل عيون النادي الاهلي. تحدث مدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ واكد على ان الشناوي حصل على عروض مغرية من ناديي وجن الانجليزي والنصر السعودي من اجل التعاقد معه في يناير، ولكن الشناوي رفض كل هذه الاغراءات مفضلا الاستمرار مع النادي الاهلي، مما أكده عبد الحفيظ على أن هذا الأمر بيعكس قيمته الكبيرة عند الأهلاوية مسؤولين وجماهير، وأن ردة فعله تجاه هذه العروض في هذا التوقيت ستظل محل تقدير عند كل قيادات الأهلي في مقدمتهم محمود الخطيب. خبرنا الثاني: وفاق سطيف لمرتضى منصور، ارجع لعقلك. تحدث إبراهيم العرباوي المدير العام لوفاق سطيف الجزائري وقال: الزمالك بكل صراحة وبكل وضوح كان بيراوغ معانا وكان بيتكلم معانا السمسار السوري من أجل حسم الصفقة. الزمالك لو كان عرض مبلغ أكتر بمليون ولا 2 ولا 3 أو 10 من عرض الأهلي ما كانش ينفع نتراجع عن كلمتنا مع النادي الأهلي. مصر بلد الأزهر، لو هنروح الفيفا لتقديم شكوى ضد رئيس الزمالك هتكون عداوة بيننا وبين شعب مصر. نترفع عن كلام رئيس الزمالك ونقول له ارجع لعقلك، خلاص القندوسي في الاهلي. خبرنا الثالث: الخطيب للعيبة الاهلي، البداية في المونديال مهمة للغاية. حرص محمود الخطيب على الاجتماع مع لعيبة النادي الاهلي والتركيز عليهم على اهمية مباراة اوكلاند سيتي في البداية، مؤكدا على ثقته الكاملة في كل عناصر الفريق على بذل اقصى جهد وتقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتقديم مستوى يليق باسم النادي الاهلي. خبرنا الرابع: تعرف على اللعيبة الجدد اللي هيتقيدوا مع الاهلي في القائمة الافريقية. الاهلي كان قد قيد 34 لاعب في قائمته الافريقيه، اللي هم كل اللعيبه اللي موجودين دلوقتي مع الفريق، بما فيهم حتى اللعيبه اللي كانوا مشوا على سبيل الاعاره زي مثلا مصطفى سعد ميسي وحسام حسن. يتبقى فقط 6 اماكن فاضيه. ال6 اماكن تم الاستقرار على قيد: كهربا 1، الضاوي 2، خالد عبد الفتاح 3، مروان عطيه 4. يتبقى مكانين. المكان الاول طبعا محجوز لاحمد القندوسي هيتأيد برضو، ليتبقى مكان وحيد. المكان الوحيد ده لسه الاهلي ما استقرش هل هيكون كريم الدبيس ولا حد تاني. خبرنا الخامس: شوبير يعلن عن مفاجأة في عدم صحة تصريحات مرتضى بشأن براءة فتوح وجمعة بعد ظهور نتيجة التحاليل. كتب شوبير: للعلم فقط معامل تحاليل المنشطات لا تخاطب أندية ولا حتى اتحادات، فقط تخاطب النادو المنظمة المصرية للمنشطات في مصر، وبعد مرور 21 يوم على الأقل.